علي صليت عليه وعلى النبي صليت عليه. يا سعد امك يا حالمه يلي محمد رضعتي. يا سعد الحاضر من الامات خلقت محمد وبجي. يا سعد امك يا حالمه يلي محمد رضعتي. يا سعد الحاضر من الامات خلقت محمد وبجي. أولا نقول شيء نرحبوا بكم كإعلاميين ننقلوا الخبر للمواطنين القريب والبعيد. نشكركم على هذه التغطية وعلى هذه حماسكم اللي دائما تواكبوا جميع المهرجانات الوطنية. أولا نقول شيء احنا عندنا اليوم البطولة الوطنية الانطلاقة منها الرابعة إن شاء الله. اليوم مشاركة 286 راس من الإبل و150 كساب من جميع الأقاليم الجنوبية من جهة الثلاثة. والاتحاد العام عايد يشرف على هذه السباقات دائما البطولة الوطنية لهذه النسخة منها الرابعة. ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. وتعرفوا ميدان الشيخ زايد عاد اليوم فيه عاد بحلة جديدة هذا السنة، وعاد الناس تتعاطى اكثر لهذه ثقافة الاباء والاجداد. وثانيا اللي الحمد لله عاد فيها معاش ديال المواطنين، وهذا الفضل يرجع للعلاقة الدولية لصاحب الجلالة مع أصدقائي والخليجيين. ونشكر دولة الإمارات اللي هي كتدعم هذا السباقات. ونشكر كل من قريب ولا من بعيد اللي ساهم في نجاح هذه البطولة الوطنية. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد الله المهيري من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن. اليوم نحن في ميدان الشيخ زايد بإقليم طنطان بالمملكة المغربية الشقيقة. واليوم يصادف السباق الثالث التمهيدي. هناك 6 سباقات تمهيدية اللي هي تسبق المهرجان الختامي اللي هو مصاحب للموسم في طنطان. نحن اليوم في فئة الحقائق 5 أشواط الفترة الصباحية، وكذلك أشواط اللقاية في الفترة المسائية، وكل شيء على ما يرام إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق. صليت علي صليت علي